السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا المزارعين، كل سنة وحضراتكم طيبين. أكدت قبل كده وقلت يا جماعة إن القمح أهم رشة فيه بتبقى على حدود 85 يوم أو مرحلة ما قبل طرد السنابل، وبجد بعض الناس لحد دلوقتي وأنا بكلمكم حاليا إنه بيرش مغذيات بعد طرد السنابل وكمان بعد نزول الطور اللبني في الحب. طب هيجرى ايه يعني لو احنا رشينا في طور طرد السنابل او بعد الارض ما تم طرد السنابل رشينا مغذيات؟ يا جماعه، مرحله طرد السنابل او مرحله ما بعد الطرد مباشره دي مرحله حساسه جدا، يعني مرحله التلقيح والاخصاب. فسيادتك ما تجيش ترش في مرحله اصلا السنبله ضعيفه وحبوب اللقاح بتبقى ضعيفه. كوارث كل يوم حد بيكلمني: الحق يا دكتور احنا بعد ما رشينا السنبله اتحرقت. طب ما ده طبيعي يا دكتور، ده احنا رشينا كيلو بوتاسيوم للفدان على 6 بخاخات والسنبله اتحرقت. ما ده وارد وده طبيعي. انا قلت قبل كده يا جماعه الرش بمعدل نص كيلو للفدان، وقلت قبل كده لو هترش بموتور كبير 200 لتر ميه، ولو هترش بموتور ظهر 6 بخاخات، يبقى في توازن ما بين المعدل وتركيز الميه او كميه الميه. يعني لازم تعمل توازن ما بين تركيز المبيد اللي حضرتك هترش بيه وما بين كميه الميه، وتظبطها على وحده المساحه اللي هي الفدان اللي احنا بنتكلم عليه. طب السؤال هنا، انا لما ارش في مرحله ما بعد الطرد ومرحله التلقيح والاخصاب ايه اللي بيحصل؟ انا ممكن اعمل عدم ثبات لحبوب اللقاح على مياسم الازهار، يبقى اعمل فشل في العقد. تلاقي من تحت كده برجين 3 طايرين منك، ومن فوق مثلا في السنبله برجين 3 طايرين، لانك ركزت المغذي اللي حضرتك رشيت بيه. فانا اكدت قبل كده على القصه دي، ورغم ذلك يوميا على الله فيديوهات منتشره على النت، ناس بعتالي يقول لي شوف الجزء اللي ما ترشش سليم والجزء اللي اترش سبلته اتحرقت. يا جماعه الله يهديكم، العلم مش بالعافيه، ودايما الخبره تصنع الفارق. يعني انا مثلا لما قلت لحضرتك ما ترشش بعد طرد السنابل، انا خدت القرار ده لاني زمان كنت بغلط الغلطه دي، بس لما رجعت للمراجع العلميه ومن خلال تجارب على ارض الواقع لقيت ان الرش بعد تمام الطرد ما بيفيدش على قد ضرره. لان ممكن واحد يرش في المرحله دي حاطط كيلو بوتاسيوم ورشش بيه الفدان على 4-5 بخاخات وماشي على السريع، كل ما هيجي عليه لو بوتاسيوم مظبوط كل ما هيجي عليه رذاذ الرش او سيل الرش هيحصل فيه مشاكل. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، لما بتحصل المشكله قبل الطرد وقبل خروج السنابل تقدر حضرتك تعالجها، لكن المشكله ما بعد طرد السنابل بتبقى مشكله كبيره جدا. طب الجماعه اللي زارعين اراضي مراكز بحثيه، يعني اراضي مزروعه اصناف اساس هيتكسر بعد كده منها وتنزل للساده المزارعين، قولا واحدا ممنوع رش اي مغذي بعد عمليه الطرد، لان ما ينفعش تدي للمزارع حبايه مريضه، ما ينفعش تدي للمزارع حبايه ملسوعه والجنين بتاعها ميت بسبب انك رشيت بعد الطرد وركزت الرش. فرجاء الناس اللي عامله مزارع وهيتم عمليه اكسار منها للساده المزارعين موسم 2026 القادم ان شاء الله، او 2000 تقريبا، هيبقى 25 في ميعاد زراعه القمح في منتصف شهر 11. رجاء يا جماعه بعد طرد السنابل بلاش رش بوتاسيوم. خلي بالك انا بقول لك معلومات توزن بالذهب. يعني حضرتك عامل مساحه وهترجع سيادتك تعمل اكسار منها او تدخلها غربله او بحوث او كلام من ده، بلاش رش مغذيات بعد طرد السنابل، خلي رشك قبل الطرد. وفي النهايه كل سنه وحضراتكم طيبين، ودعمونا باشتراك، ونتقابل ان شاء الله في حلقات تانية كتير بعد كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.